السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكي الحواوشي البلدي، حاجة كده من الآخر بصراحة. وهقولك على سر التتبيلة بتاعته اللي بتخلي طعم وريحة، حاجة كده في منتهى الجمال. بس تابع الفيديو للآخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله ونقول معانا المقادير. نص كيلو من اللحمة، يعني 300 جرام لحمة حمراء و200 جرام دهن. نص كيلو اللحمة بياخد نص كيلو بصل، لو هتعملي كيلو لحمة هياخد معاكي كيلو بصل. ومعايا هنا حوالي 5 قرون من الفلفل الرومي، وعليهم قرنين شطة من الأحمر فرمتهم هما والبصل في الكبة، ومعلقتين كبار من الدقيق، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. ركزي بقى في التوابل معانا معلقة كبيرة من الملح ممسوحة، ومعلقة كبيرة من بهارات الحواوشي بتجيبها من عند العطار، معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة توم بودرة، فلفل اسود، بابريكا نص معلقة، كزبرة برضو معلقة صغيرة. خلي بالك بقى من السر كله في المعلقة دي. المعلقة دي عبارة عن كوبيبة صيني بتجيبها من عند العطار، هي بيبقى شكلها شكل الفلفل الاسود بس حبيتها كبيرة، عليها حبهان مطحون وورق لورا، يعني انا جبت 3 صحاح وطحنتهم عندي في البيت، ونص معلقة صغيرة من السكر. نحط بقى التوابل بتاعتنا على اللحمة. عملت 14 رغيف حواوشي من نص كيلو لحمة، وعليهم الدقيق. طب ايه فايدة الدقيق؟ الدقيق هيتشرب اي مية في نازلة من البصل ومن الفلفل، علشان ما تعجنش معاكي العيش. البصل ممكن تبشريه، لو ما عندكيش كبة ممكن تبشريه على المبشرة، والفلفل ممكن تقطعيه صغير خالص كده بالسكينة او بالمقص. اهم حاجة بقى اعجني كويس، نعجن كويس جدا لغاية ما المكونات كلها تندمج مع بعضيها. والله يا جماعة ريحته وطعمه حاجة بسم الله ما شاء الله. شوفوا لما لميتها ببعضيها كده مش متفتولة ولا حاجة، لا الكرة بتاعتها متماسكة وماسكة نفسها كده. ريحتها وهي نية كده كانت اللهم بارك. اهم حاجة بقى نغطيها ونحطها في التلاجة حوالي نص ساعة لو انتي مستعجلة، وممكن ساعة، وممكن تبيتيها من بالليل لو انتي عايزة تبيتيها في التلاجة. يا ريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغايه هنا ما تنسنيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله. هنا بقى تجيبي عيش يكون طازه، عيش بلدي اهو. اهم حاجه بقولك الوش بتاعه يكون ني، يعني ما يكونش مستوي، ما يكونش وشه احمر. يعني قولي لبتاع الفرن انا عايزه عيش اعمله للحواوشي. هيديكي العيش وشه ابيض كده، فايه هتجيبيه وهتفتحيه. اهم حاجه يكون طازه، هتجيبيه وتفتحيه كده من الجنب، سهل خالص. نجيب بقى العجينة بتاعتنا من التلاجة بعد ما ارتاحت والتوابل كلها اتشربت في بعضيها. انا هنا بقى كنت شغلت الفرن على اعلى درجة. ناخد بقى من اللحمة. بصي املي الرغيف، يعني خلي اللحمة تبقى في جوانب الرغيف كلها، يعني ما تحطيش اللحمة في النص، لا وزعي اللحمة كويس في الرغيف كله. والله بسم الله ما شاء الله انا كنت مالي الرغيف لحمة، يعني مش هقولك كنت حاطة حاجات بسيطة عشان اعمل عدد، لا والله. ودوسي اضغطي عليه كده من فوق عشان اللحمة ايه تتوزع معاكي كويس في الرغيف كله. نجيب كده ونفرد في الرغيف كله. بسم الله ما شاء الله كان طعمه وريحته احلى من اللي بتجيبيه من بره بكتير. دي حاجة كمان انت عاملاها في البيت، ضامنة نظافتها وضامنة جودتها، احسن من اللي بتشتريه من بره مش عارفة محطوط فيه ايه ولا معمول ازاي. انا بقى خلصت الكمية كلها. نجيب بقى الصاج اللي هندخله الفرن. انا عايزاكي تعدي العيش انتي. 14 رغيف مليانين كلهم لحمة والله.
نجيب بقى هنا، يفضل لو سمنة بلدي، ما عنديش سمنة بلدي ممكن زبدة ممكن زيت، بس لو سمنة بلدي يكون احسن، بتديها طعم حلو قوي. وممكن تعمليها على عين البوتاجاز، لو عندك طاسة تيفال ما بتلزقش ادهنيها دهنة سمنة كده او زيت، وادهني الرغيف من فوق ومن تحت، وسخني الطاسة وحطيه فيها. بس اهم حاجة غطي الرغيف علشان يستوي، تضمني ان اللحمة بتاعتك استوت من جوه. وما شاء الله هندخله الفرن. خلي الصاج اللي هتدخليه على اول رف من تحت، يعني قريب للبلاطة، علشان اللحمة بتاعتك تستوي. هيحمر، هتيجي قلبها على الجنب التاني. عايزة اشغل الشواية مع الفرن، هي الاتنين يستووا من الجنبين، مفيش اي مشكلة. الصاج شال 8 ترغفة، والصينيتين حطيت فيهم 6. هنا بقى كنت مولعة فحمة، بس ولعها كويس عشان تعمل معاكي دخانة وتديكي ريحة الفحم كده. رحت مغطية الحلة على طول، وهنا عملت معاها سلطة الطحينة، وكان بسم الله ما شاء الله عليه. سلطة الطحينة بتاع الحواوشي ما حطيتلهاش توم خالص. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ومع